خطوطه وهتتفتح مساحات كبيره جدا في خط دفاعه، وهينزل إفوسا النيجيري وهيهيئ اكتر من كوره. وادي خطا من سمير عاشور بيستغل دودي الجباس من تصويبه عاشور الاتم عشان تصبح نتيجه 4-2 ويتاكد فوز المصري بنسبه كبيره، ثم يضيف بعد ذلك الهدف الشخصي الثالث له والهدف الخامس للفريق المصري. وادي طبعا طارق السعيد اللي لسه كنت بكلم حضرتك عليه زميلنا في قناه مودرن سبورت بيهنئ دودي الجباس بهدفه الشخصي الثاني حتى الان وهدف الرابع 4-2 وصمت وذهول تام على جماهير اسكندريه. والملعب ممتلئ الحقيقه من جماهير ايضا الاتحاد السكندري. بتبتدي تغادر طبعا جماهير الاتحاد دلوقتي يا كابتن بعد ما اصبحت النتيجه 4-2، الى ان دودي الجباس هيكون له راي اخر وهيحرز الهدف الشخصي الثالث له والهدف الخامس له. وادي جماهير مصر يا كابتن سعيده جدا خلف المرمى. بقول لحضرتك جماهير كبيره جدا جدا، اول مره اشوف هذا العدد الهائل من جماهير مصر بورسعيدي خارج ملعبه. وعايزين ناكد يا كابتن هيثم ان هذه المباراه بكاميرات مودرن سبورت. بالظبط يا كابتن. نادي المصري هيواجه نادي الاهلي في بورسعيد المباراه